بحب نعمل لازانيا دايماً بالبيت، فاليوم حعملكم اللازانيا بس على طريقة مكسيكية. لازم أحمر الزيت بالمقلاية شوي لأقدر أقلي البصل. أحلى شي عندي هي ريحة البصل. حزيد شوية لحم هون. حزيد هدول الألوان الحلوة، الفلفل، وأهم شي عندي هي الثوم، فحزيد حوالي 2 هون. أنا بحب هاي الوصفة لكتير أسباب، واحد منهم إنه بحط فيها بهارات كتير لذيذة، يعني أنا الكمون بحبها كتير، وطبعاً بابريكا والفلفل. والإشي الغريب اللي ححطه بهاي الوصفة هي كاكاو، يعني عادة ما في حد بحط كاكاو بالوصفة، بس ما حتصدقوا قد إيش حتعمل اللازانيا كتير طيبة. هلا حبلش أعمل البشاميل. أنا حستعمل الحليب قليل الدسم، وهي الوصفة البشاميل من ماجي، وبس بياخد دقيقتين وبتكون خالصة. هلا حنبلش نطبق اللازانيا. أنا دايماً بخلي أولادي يفوتوا معي في المطبخ ويساعدوني عشان هاي المرحلة كتير سهلة. نزيد البشاميل وشوية من اللحم المخلوط، هلا حزيد شوية هالابينيو لتعطيها شوية طعم حر. نزيد آخر طبقة. هلا طبقت اللازانيا على طريقة مكسيكية، وكتير متحمسة نحطها بالفرن وتجهز وطلعها من الفرن وناكلها. إن شاء الله تعجبكم هالوصفة. صحتين.